المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يلتقي ولي عهد أبو ظبي. ازدياد نسبة الولادة في المؤسسات الصحية في أفعبد. دعوة لإجراء دراسات بحثية في التراث بإقليم الكاشبركة. ماي تطالب القادة الأوروبيين بتعديل موقفهم في مفاوضات الانفصال. اعتقال رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرازق. و4 قتلى في انهيار أرضي بالفلبين. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية خلال زيارة عمل يقوم بها إلى أبو ظبي. وأرحب ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، وحضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بزيارة الرئيس إسياس إلى الدولة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين. وأشار سموه باتفاق جدة للسلام التاريخي الذي وقعته إريتريا وإثيوبيا مؤخرا في المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي يتوج عددا من الخطوات الإيجابية وجهود إنهاء الصراع بين البلدين، ويعد انتصارا لدبلوماسية السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية، مثمنا سموه دور وجهود الملك سلمان بن عبد العزيز في تكريس الأمن والسلام والاستقرار في القرن الأفريقي. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن رعاية المملكة لاتفاق جدة للسلام يعد إضافة إلى مبادراتها التاريخية بما تحمله من معان تجسد مستوى حضورها وتأثيرها الدولي في إرساء السلام العالمي. وأكد سموه دعم دولة الإمارات كل جهد يستهدف حل النزاعات سلميا بين الدول وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يصب في مصلحة شعوب المنطقة والعالم، مشددا سموه على أهمية توجيه طاقة البلدين نحو البناء والتنمية وترسيخ الأمن والسلام لشعبيهما. من جانبه ثمن الرئيس إسياس أفورقي جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته الخيرة لتعزيز السلام وإرساء أسس الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم، وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى مجمل القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان فرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين. أوضح في الاجتماع التقييمي الذي انتظم لتقييم الأنشطة الصحية في مديرية أفعبد ازدياد نسبة الولادة في المؤسسات الصحية في المديرية بفضل الجهود المنسقة الجارية في رعاية الأمومة والطفولة. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء لجنة صحة الأمومة والطفولة وإدارة المديرية ومدراء الضواحي إلى أن نسبة الولادة التي كانت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017 38% ازدادت بنسبة 23% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2018 حتى وصلت 61%. كما أوضح ارتفاع نسبة تطعيم الأطفال إلى 92%. وقال مسؤول الأسرة والمجتمع فرع وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد زدنجل غورغوريوس أن أعضاء لجنة صحة الأمومة والطفولة ظلت تحقق نتائج عالية في إطار الجهود والمساعي الجارية لانخفاض وفيات الأمومة والطفولة إلى أدنى مستوى لها، داعيا للدفع بها لكونها تشجع على تحقيق الهدف المنشود. وأشار مدير مديرية أفعبت السيد محمد نور رجب إلى أن نسبة الولادة في المؤسسات الصحية في أفعبت وقام كيوا وقادم حليب ظلت تحقق نتائج جيدة،
لكن وعلى عكس ذلك ترتفع نسبة الولادة في البيوت في بعض مناطق المديرية، مشددا على العمل الجاد والواعي في هذا الصدد. في الختام قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة، من ضمنها بناء عنابر انتظار الحوامل للقادمات من المناطق البعيدة، وتطوير العوامل الرئيسية والدفع بتجميع القرى لفعالية البرنامج. شاركت إريتريا في 16 من سبتمبر الجاري في منتدى تطوير المرأة في القرن الأفريقي الذي نظم في مدينة فيينا النمساوية. ونظم المنتدى الذي ركز على تطوير قدرات المرأة بالتعاون مع فيدرالية السلام النمساوية العالمية ومبادرة السلام في القرن الأفريقي مع مكتب الإريتري الدائم في مكتب الأمم المتحدة بفيينا. وشارك في المنتدى الذي انتظم ليوم واحد دبلوماسيون ومستثمرون وممثلو الأمم المتحدة، وكذلك الضيوف المدعوون من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال وكينيا ومصر والنمسا. وقدم المشاركون في المنتدى توضيحا حول خبرة المرأة الإريترية والإثيوبية والسودانية، وتبادلوا الأفكار البناءة فيما بينهم. قدمت دعوة لإجراء دراسة بحثية حول التراث والثقافة لتقديمهما بصورة تعكس التنوع الاجتماعي. وفي اللقاء الذي نظم في مدينة بارونتو في 18 من سبتمبر الجاري، قال المشاركون أنه ورغم أن معرض الإقليم في مهرجان إريتريا نال رضا الزوار، إلا أنه لمزيد من العمل يتطلب إجراء دراسات بحثية عميقة. وذكر مسؤول الثقافة والرياضة في إقليم الغاشبركة السيد إدريس صالح عن أهمية دور الأعيان في الأنشطة والأبحاث الجارية. وقال حاكم إقليم الغاشبركة السيد فيساهي هيلي بعد أن أوضح بأن اللقاء سيركز مستقبلا حول الأنشطة التي تبرز التراث والثقافة، مناشدا مدراء المديريات للعب دور رائد لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية بصورة أقوى. وجريت في مديريتي دباروا وميمنة انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى المنتهية فترة عملهم. وانتخب في مديرية دباروا في الفترة من 4 وحتى 16 من سبتمبر الجاري من 3 إلى 5 من لجان القرى حسب التعداد السكاني في ضواحي عدد من القرى الموجودة في تلك المناطق. وأشار مراسل وكالة الأنباء الإريترية عن إجراء انتخابات مماثلة في مديرية مايمنة في عدد من الضواحي في نفس المناطق، والتي شهدت عدد مناسب من المشاركين. كما أشار السيد أبرهل سيوم أن المنتخبين سيقدمون ل3 أعوام داعين المنتخبين لتقديم خدمات جيدة للشعب والحكومة دون هوادة. هذا وسوف تستمر الانتخابات في إدارات الضواحي في مديرية مايمنة. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة غير رسمية على أن يحذوا حذوها ويعدلوا مواقفهم التفاوضية في محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل بهدف التوصل إلى اتفاق جيد. ومع ذلك وقبل عشاء في مدينة سالبورج النمساوية، قال بعض هؤلاء القادة إن العناصر الرئيسية في خطة تشكيرز التي كانت ماي تهدف لإقناعهم بها تحتاج لإعادة صياغة. وفي حين لم يتبقى سوى 6 أشهر على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحرص الجانبان على التوصل إلى اتفاق بشكل ما بشأن العلاقات المستقبلية قبل نهاية العام لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته دون اتفاق. ونقل مسؤول أوروبي عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قوله إن الاتفاق مع بريطانيا لا يزال بعيد المنال. وقال دونالد توسك رئيس القمة إن بعض عناصر الخطة البريطانية تشير إلى تطور إيجابي في نهج بريطانيا.
واقترح أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي مؤتمر قمة آخر حول خروج بريطانيا في منتصف شهر نوفمبر. أعلنت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرازق لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بالفساد من خلال الاستيلاء على ملايين الدولارات من صندوق استثمار حكومي. وقالت الوكالة إنه تم اعتقال عبد الرازق في مكتبه وسيمثل أمام المحكمة لمواجهة هذه الاتهامات. يشار إلى أنه قد تم في وقت سابق توجيه اتهامات إلى عبد الرازق تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، خاصة بتحويل 10.3 مليون دولار إلى حساباته البنكية من شركة SRC الدولية للاستثمار. وفي يوليو الماضي أنكر نجيب أمام المحكمة الكبرى 3 اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة بشأن الاستيلاء على أموال بقيمة 42 مليون قرد ماليزي من شركة SRS International. قتل انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة 4 أشخاص على الأقل في وسط الفلبين، وأثار مخاوف على مصير العشرات في أحدث حلقة من الأحداث المميتة شهدتها البلاد خلال 6 أشهر. وأمكن انتشال 4 آخرين على قيد الحياة بعد أن انهالت كتل صخرية وأتربة بفعل الأمطار على تجمع سكني بالقرب من محجر على أطراف مدينة الناجا بجزيرة سيوبو في وسط الفلبين. وقال عضو مجلس المدينة إن فرق الإنقاذ تبحث عما بين 50 و80 شخصا، وتسببت أمطار غزيرة مصاحبة للإعصار مانكوت في مطلع الأسبوع في وقوع أكثر من 100 انهيار أرضي، معظمها في منطقة كورديليرا الجبلية بجزيرة لوزون. وقالت الشرطة إن عدد القتلى على مستوى البلاد جراء العاصفة بلغ 88 قتيلا، معظمهم فقدوا أرواحهم في انهيارات أرضية. قالت شركة فيسبوك إنها ستتعاون مع شركتين أمريكيتين غير هادفتين للربح للحد من الانتشار العالمي للمعلومات المضللة التي قد تؤثر على الانتخابات. وأقرت أن مواقع الأخبار الكاذبة لا يزال يقرأها الملايين. وقالت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي التي تتعرض لضغوط للتصدي للدعاية إنها ستعمل مع المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني لتعزيز العمليات الديمقراطية. ويأتي التعاون الذي كشف عن المديرون التنفيذيون بالشركة خلال اتصال مع الصحفيين ضمن عدد كبير من التصريحات الصادرة عن فيسبوك بشأن نزاهة الانتخابات قبل انتخابات مهمة في البرازيل الشهر المقبل وفي الولايات المتحدة في نوفمبر. وقال باحثون أن التحسينات التي أدخلتها فيسبوك ربما تكون مدفوعة بالتغييرات التي أجريت على الأشكال والسياقات، بما في ذلك التأكيد المتزايد على منشورات العائلات والأصدقاء والحد من انتشار ما يسمى بالمحتوى الذي يهدف في الأساس إلى جذب الانتباه. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.